طيب بعد كده بقى دكتور محمد، بعد ما طوّفنا كمان على مستشفى الأطفال أو مركز نور الحياة لطب الأطفال، حضرتك شايف إيه التطوّر تاني اللي حصل داخل روح الحياة؟ فكرة إن الفكرة دي بقى يتم استنساخها مرّة تانية في أكتر من مركز أو في أكتر من مكان، إن إن هو نفتح على عيادات روح الحياة الواسطة، عيادات روح الحياة الجزيرة، عيادات روح الحياة العروبة دلوقتي، ومش عيادات روح استنساخ الحياة وبس، ناسية. وهناسيا، وتطوير الخدمة، إن إمم. أنت بقى أنت بقيت تهتم كمان بالتفاصيل، بقيت أيوه. تهتم بالديكور، تهتم بالتكييف، تهتم بالمساحة، بدرجة الإضاءة، تهتم بالمكان اللي المريض قاعد فيه برّه. فلأ دخلنا مش يعني خلاص معركة الوجود اتحلّت، إمم. دلوقتي إحنا في التجويد، في التجويد. فده لسه كنا بنحتفل مع دكتور أحمد حلمي إن لمّا كان بيجيب لنا الجهاز بتاع بتاع الكاميرا، اللي الكاميرا هو الأنف وأذن، عشان الدكتور يعرف منظار. يكشف أحسن ويطلّع نتايج أفضل. وعندنا كمان في عيادات الأسنان، إحنا الحمد لله عندنا جهاز الأشعة جوّه العيادة، إمم، يعني برضه يعني المريض وهو موجود بيعمل أشعاعاته، بيعمل حاجة كل هايلة، حاجة جوّه حاجة هايلة. اللهم لك الحمد يعني.